مرحبا، يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم حقدم لكم حلا انجليزي بنوفي باي، مأخوذ اسمه من البنانا مع التوفي، يعني موز مع التوفي. حلا كتير راقي، بتقدم اما بكاسات هيك او فيك تقدميه بقالب كبير. مكوناته كتير بسيطة والشغل ما بياخد الا 10 دقايق بعد ما تكوني كملتي الحليب المكثف. كتير سهل وكتير طيب، خاصة هلأ برمضان هيك بارد بسرسح على القلب، كتير ظريف. بعد الإفطار، بعد التراويح، حتى على السحور يعتبر وجبة كاملة. شو رأيكم أول شي قبل ما نبلش بالوصفة تفضلوا على قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. أول خطوة لازم إنه نكرمل الحليب. ناخد علبة الحليب المكثف بنحطها بمي، لازم تكون المي غامرته غمر لمدة 2.5 ساعات. خليه عم يغلي لمدة 2.5 ساعات على النار، وكل ما قلت المي منزيدها وبنتركها لحتى تبرد تماما. ما بصير نفتحها ابدا وهي سخنه، لتبرد تماما بنفتحها. هذا هو الحليب بعد ما تكرمل وبرد تماما. هلا بدي اجيب بسكويت. جبت علبه بسكوت طحنتها تماما منيح منيح، طحنتها ناعم، وبدي احط لها 50 جرام من الزبده واخلطهم مع بعضها. هاي اول طبقه. بخلطهم خلط عادي. هلا اذا بدك تحطيه بقالب كبير لازم هذا البسكويت انك تحطيه بالقالب الكبير بالفرن شي مدة 8 دقايق 6 دقايق، وتتركيه لحتى يبرد بعدين تكملي الخطوات. اما بدك تحطيه بالكاسات مثلي فما في داعي لحتى تحطيه بالفرن. هون جبت كريمة، ظرف كريمة شانتيه، وحط لها ربع كوب من الحليب البارد جدا، واخفقها لحتى تصير عندي اياها كريمة شانتيه. هاي للزينة. بدي اخد كمان منها هالكريمة شوي وحطها فوق الحليب المكثف لحتى خفف حلاوته، انه كتير حلو. وفيكي كمان تزيدي معهم كمان علبة قشطة اذا بدك الحلاوة اخف من هيك، انه هو حلاوته شوي كتيرة يعني. حطيت هالمعلقتين، مثل ما بكون فيكم تحطوا كمان علبة قشطة. بس بخلطهم منيح مع بعض. هاي كل المكونات. بعدين بدي اجيب كمان موز، وبدي اجيب مكسرات، اي نوع مكسرات انت بتحبيها. انا حطيت بندق، كسرته شوي هيك لقطع كبيرة. فيك تحطي جوز، فيك تحطي لوز، فيك تحطي كذا نوع مع بعض، وموز. هلا بقى بدي طبق الخطوات. مكونات كلها مع بعض ححطهم بهالكاسات، فيك انت تحطيهم باي كاسات او مثل ما قلت لك قالب كبير. اول طبقه هي طبقه البسكويت، هحط فوقها طبقه من الحليب المكثف محلى مكرمل، طبقه من البندق، وطبقه من الموز. هلا بحط البندق، وراح احط كمان فوقهم طبقه خفيفه من الحليب المكرمل، طبقه كتير خفيفه بس لحتى تغطي يعني البندق. راح اعمل معكم كاسه تانية هلا بعدين بزينها التزيين النهائي. طبقه بسكويت خفيفه، طبقه من الحليب المكثف، بحط بعدين طبقه من الموز وطبقه من البندق، برجع بحط طبقه خفيفه من الحليب المكرمل. شايفين شو سهل؟
بس هو خطوته اللي بتاخد وقت هي كرملة الحليب، أما خطواته التانية ما بتاخد أي وقت. فيك تعمليه قبل الفطور وتتركيه بالبراد لبين ما تخلصي فطورك، بعدين تاكليه بارد. كتير طيب وكتير هيك ببرد القلب. هلا هون زينته بالكريمة شانتيه شكل النهائي، وحطيت عليه من الشوكولا، برشة شوكولا وحطيتها عليه. خلص هذا هو كله. شايفين شو سهل؟ فيك اما تعمليه بكاسات او فيك تعمليه قالب كبير، انتي اللي بتفضليه اعمليه. هون زينته بالشوكولا المبروشة، برشة شوكولا هيك وحطيته للزينة يعني. حالة كتير راقي، وخصوصي بالبوفيات وبالعزومات تقدموا، ما بياخد منكم وقت مساواته، بيعطي فخامة كتير. بتمنى يكون عجبكم الحلا وعجبكم كل شيء أنا عم أقدم لكم إياه على قناتي. بتمنى تفوتوا على قناتي تتفتلوا فيها، تشوفوا وصفاتها وتشتركوا فيها. شكرا كتير لكم، باي.